في السنين الأخيرة الدراما الهندية عادة بتنافس الدراما المصرية، وده كله بفضل قناة زي ألوان وقناة ام بي سي بوليوود. سواء كنت بتحب المسلسلات الهندي أو ما كنتش بتحبها، ما تقدرش تنكر إن ليها جمهور كبير من فئة العرب بيشوفوها وبيستمتعوا بيها. في فيديو النهاردة هكلمكم عن أحسن مسلسل هندي، مسلسل قصة حبنا. مسلسل بيار كي إيه كهاني أو قصة حبنا اتعرض سنة 2010 على قناة ستار وان، وكان المسلسل محقق نجاح كبير جدا على القناة. المسلسل من بطولة سوبر ستار التلفزيون الهندي فيفيان دي سينا وسكريتي كاندابال. قصة المسلسل مأخوذة عن سلسلة أفلام توايلايت الشهيرة ومسلسل يوميات مصاص دماء. بالرغم ان قصص مصاصين الدماء والمستذئبين مش موجودة في الثقافة الهندية، الا انه في المسلسل ده القصة اتقدمت بشكل حلو يناسب الطبيعة الهندية، وكمان معالجة المسلسل كانت حلوة. القصة هنا بتحكي عن أبهي مصاص الدماء اللي عنده 200 سنة. أبهي بالصدفة بيشوف بيا، وأول لما بيشوفها بيحس بالحب، وده طبعا لأنها شبه ميت لحبيبته اللي كان بيحبها قبل كده. مع الوقت بيا بتقع في حب أبهي وبتبتدي تقرب منه، ولكنه كان بيبعدها عنه لأنه عارف إنه مصاص دماء وهي إنسانة. بس بيا العنيدة بتصمم تعرف السر اللي أبهي بيخبيه، ومن هنا بتتوالى الأحداث. اللي بيميز المسلسل ده عن أي مسلسل هندي تاني غيره هي الأحداث السريعة اللي موجودة في كل حلقة، وانت بتشوف المسلسل مش هتحس بأي ملل، على عكس المسلسلات الهندي التانية اللي بتكون كل مشاهد الحلقة في بيت البطل والبطلة. هنا معظم أحداث مسلسلنا بتدور في الجامعة، ودي واحدة من أهم مميزات المسلسل. دايما المسلسلات اللي بتستهدف الطلاب والمراهقين بتكون أحداثها حلوة زي قصة حبنا. ولأن المسلسل حلو بيكمل في شخصياته، فقصة حبنا قدم لينا مجموعة من الشخصيات الحلوة. نبتدي بشلة الجامعة. شخصية ميشا كانت هي عنصر الفكاهة في المسلسل، والممثلة كانت عاملة دورها بشكل حلو وضايفة جو كوميدي للمسلسل. المقالب اللي كانت بتعملها في تي كانت جامدة. اما كبير فنقدر نقول عليه انه كان البطل التاني الغلس في المسلسل، اللي كان بينافس ابهي على قلب بيه. عيل غلس كده تحس ان هما كاتبين دوره عشان يرخم على البطل. ويضاف الى شلة المجانين امجد وحبيبته اروهي، الاتنين ما شاء الله كانوا اهبل من بعض ولايقين على بعض جدا. من الحاجات اللي ميزت قصة حبنا هي مشاهد الرومانسية اللي فيه، والكيمستري اللي كان بين أبهي وبيا كان عالي جدا في المشاهد دي. ولو جينا نقارن بين أبطال المسلسل وبين أبطال توايلايت، فشخصية أبهي أفضل من شخصية إدوارد بكتير، اللي ما كانش عنده نفس كاريزمة أبهي خالص. أبهي شخصية غامضة، في بداية المسلسل كنت مفكره شرير، ولكنه طلع غير كده خالص. ومع مرور الحلقات فهمنا حكاية أبهي والأوريجين ستوري بتاعته وسبب انجذابه لبيه. أما بيا فهي بالنسبة لي أكثر استفزاز من بيلا. بيا شخصية ضعيفة ويتيمة، لكن عيبها دايما إنها كانت عايزة تعرف كل حاجة عن أبهي، وعندها إلحاح بطريقة غريبة. وأكتر حاجة كانت بتضايقني فيها هي الغباء. فضلت تزن على أبهي عشان يعترف لها إنه مصاص دماء، وراحت ولعت في المكان. وأول لما أبهي أنقذها طلعت تنادي الحقوني. باختصار لو اتكلمنا عن بيا فهي نقطة ضعف أبهي، فكل من هب ودب عايز يخطفها ويموتها من أول المسلسل لآخره. الفيلم في المسلسل كان سيدهارت اخو ابهي. حلقاته كانت جميله جدا، والمشاهد اللي جمعته بابهي كانت جمدان. من الحاجات اللي ما عجبتنيش في المسلسل ان ما كانش فيه صرف في الانتاج، والمؤثرات البصريه كانت ضعيفه جدا وما قدرتش تنافس توايلايت ولا فامباير دايرس. واعتقد ان المسلسل ده لو انتجوا منه جزء جديد لازم يصرفوا شويه على المؤثرات اللي فيه. الجزء الاول من مسلسلنا انتهى على ابهي وهو بيمسح ذاكره بيه. في الجزء التاني بنشوف شخصيات جديدة زي جاي ونيل، ودول بيكونوا جماعة المستذئبين اللي أبهي هيواجههم بعد كده في المسلسل. وأول لما أبهي بيرجع الكلية تاني هيحاول يبعد بيها عنه، لكنها لما ترجع لها الذاكرة هتلومه إنه مسح ذاكرتها وخلاها تنساه، لكنهم هيتفقوا إنهم يخفوا علاقتهم. في قصة حبنا كان في حلقات كتير حلوة. عندنا مثلا أول حلقة أبهي ظهر فيها في الجامعة لما دخل بعربيته وسحب كل الأنظار ناحيته، وهنا أبهي بدأ يتجنب بيا ورفض إنه يتقرب منها. ومع مرور الحلقات بنشوف كوميديا من العيار. يمكن أكتر حلقة كوميدية هي الحلقة اللي عملوا فيها روميو وجولييت. في الحلقة دي كانوا هيمثلوا مسرحية روميو وجولييت، وكان أبهي هيمثل روميو وبيا هتمثل جولييت. لكن كل حاجة بتبوظ لما أبهي ما بيجيش يوم العرض وبيبوظ لهم المسرحية. وهنا المسرحية بتبقى هزلية كوميدية وبتنقلب لمسخرة حرفيا. صناع المسلسل كانوا مقتبسين تيمة الحب والتضحية من قصة الحسناء والوحش. أبهي كان طول الوقت بيحاول يبعد عن بيه عشان عارف إنه بيه لو عرفت إنه مصاص دماء مش هتتقبل حقيقته وهترفض حبه. لكن بيه بعد كده انصدمت لما عرفت إن أبهي مصاص دماء، وكانت هتسيب الكلية لأنها كانت عايزة تبعد عنه خالص. لكنها رجعت عن قرارها وقررت إنها تتمسك بحبها وتتقبل أبهي على حقيقته.
في المسلسلات الهندية عادة بتلاقي الأبطال بيموتوا وبتحصل قفزة زمنية في المسلسل، وبنلاقي ولاد الأبطال اللي هم نفس الممثلين جايين يكملوا المسلسل. النهاية الحمضانة دي شفناها في مسلسلات كتير زي قبول ولعبة العشق ومدهوبالة. لكن في مسلسل قصة حبنا النهاية كانت حلوة وسعيدة، أبهي بيرجع إنسان تاني عن طريق جرعة سحرية بياخدها، وبينتهي المسلسل على جواز أبهي من بيه. الحلقة الأخيرة في المسلسل كانت أطول حلقة وكانت كلها رقص واحتفالات، وظهر فيها مجموعة من ضيوف الشرف زي صنايع إيراني وجرميت ودراشتي. لو عجبكم الفيديو دوسوا لايك واشتركوا في القناة، وكمان ياريت تفعلوا زر الإشعارات عشان يوصلكم كل جديد.